يشهد ملعب طنجة الكبير إصلاحات على عدة مستويات تأهبا لكأس العالم للأندية التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح فبراير المقبل إلى 11 منه. والأشغال تسير على قدم وساق داخل وخارج الملعب من أجل تجهيزه للمونديال الذي سيلعب أيضا على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط. والإصلاحات تهم المدرجات الجانبية والعشب والمرافق المحيطة بالملعب. والأشغال وصلت إلى نسبة 80%، والإصلاحات ستنتهي قبل بداية المونديال بأيام. وأشغال تجهيز وتهيئة الملعب تتواصل على قدم وساق تحت إشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ليكون جاهزا قبل استقبال منافسات كأس العالم للأندية. وقبل أيام من الانتهاء من جميع الأشغال البنيوية وكذلك التكميلية سواء التي تخص مدرجات الملعب أو أرضيته أو عشب ملاعب تدريب، فإن شكل الملعب من الخارج صار شكله بهيجا ويعطي صورة مميزة عن هذه المعلمة الرياضية الوطنية. وعلى المدرجات فقد تم الشروع في تثبيت الكراسي بالجهتين باللونين الأزرق والأبيض، حيث من المنتظر أن تنتهي أشغال تثبيت الكراسي نهاية الأسبوع الجاري. ومن جهة أخرى عملت السلطات على تهيئة البنية التحتية المحيطة بالملعب سواء فيما يتعلق بالإنارة العمومية والطرق والأرصفة وغيرها. ويذكر أن أعمال تهيئة ملعب طنجة عرفت وتيرة سريعة جدا بعد اختياره من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم لاحتضان مقابلات المونديال إلى جانب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث أنها لا تتوقف ليلا ونهارا بإشراف تام ومباشر من والي الجهة. والجدير بالذكر أن هذه النسخة ستعرف مشاركة 7 أندية من بينها 3 أندية عربية وممثل واحد لكل من دوري أبطال أوروبا وكونكاكاف وأوقيانوسيا وليبرتادوس. شكرا على مشاهدة الفيديو، ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة.